من اللي ما لهم قبول في الأرض، إنها كذا من الله سبحانه وتعالى. شخص ما له قبول، والله لو تتكحل بإثمد، ولو تستشور شعرك برصاصة الاسفلت، ولو يسوون لك يجيبون المكوى حق الملابس ويصلحون تجاعيدك، ما له قبول، ما له قبول. ولو انك اجمل من يوسف واغنى من فرعون ما حد درك. خلاص لا نقعد نقول والله هذا سحر، حسد، عين. اكيد انا طالما انه ما في قبول، الناس ما تحبني، الناس ينفرون من الناس، ما يبغونك، ما يبغونك، ما في قبول من الله سبحانه، ما في قبول. يعني ايش تصلح بعمرك؟ وفي ناس مسحورين ومدمنين مخدرات اصلا، بل فيهم معتوهين اصلا، واشكالهم يعني سبحان الخلق العظيم. وتلاقي الناس عليه كذا حلق، يحبونه كذا، الله اراد انهم يحبونه، يعني ما في شيء ثاني. صحيح انه احيانا يكون في سحر التشويه او التنفير او كذا، صح، او عين لا سمح الله حلت، لكن والله اغلب الناس ما في قبول. انا بالنسبه لي والله ما اعيش مع واحد في بيت واحد وانا كارهه وما في قبول. لو كان قلت لكم اجمل من يوسف وبمال فرعون. خلنا نتنبه للموضوع يا جماعه، تعايش مع الواقع. انت اللي ما لك قبول تعايش مع الواقع، وكل ما واحد صادقك امش معه، هرب جب الثاني، هذا مشى معك امش معه، هرب امسك الثاني، الين الله يفرجها من عنده وتروح لربي وتفتك وتفك من شرك. بس هذه